سلطة الحمص من الأكلات المفيدة جدا، غنية بالبروتين، تنفع كمان لو انتي عاملة دايت هتاكلي منها من غير تأنيب ضمير. وجبة حلوة قوي للفطار أو للعشاء، طعمها في منتهى الجمال. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في الكبة نزلت بربع كيلو من الحمص المسلوق، وبدأت ان انا افرمه في الكبة فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتأكد انه اتفرم كويس في الكبة هنزل بكوباية من الطحينة. ابدأ ان انا اشغل الكبة تاني لحد ما الطحينة والحمص يختلطوا مع بعض كويس ويبقوا بالقوام والشكل ده. نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من الملح واديتهم ضربة تانية في الكبة، وكده سلطة الحمص بقت جاهزة معايا في منتهى السهولة وما خدتش معايا اي وقت. بدأت ان انا اقدمها في طبق التقديم، وحبيت ان انا اعمل طبق سادة وطبق باللحمة المفرومة. كان عندي شوية لحمة مفرومة كده متعصجة، فقلت ان انا اعمل طبق باللحمة المفرومة هيبقى حلو قوي كمان لو حبينا ان احنا نتغدى بيها وتبقى وجبة غدا خفيفة كده. اديتهم كمان رشة من الزيت الزيتون على الوش كده، وكده السلطة بقت جاهزة معايا. بجد سلطة طعمها حلو قوي، خفيفة مشبعة، تنفع فطار غدا عشاء، تنفع في الدايت، تنفع في اي وقت. جربوها ومتأكدة انها تعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء. سلام.